تخيل معايا كده، في يوم من الأيام مجموعة علماء في شنغهاي أعلنوا إنهم اكتشفوا علاج نهائي للسرطان. العلاج نجح بنسبة خرافية، العالم كله اتجنن عليه، حتى أمريكا نفسها بدأت تستورده، والدنيا كانت ماشية زي الفل، لحد ما الصين قررت تدخل تايوان. وقتها أمريكا وقفت تصرخ إحنا مش هنسمح، لكن الصين ردت بمنتهى البرود: تمام، بس العلاج مش هيوصلكوا تاني. هنا بقى أمريكا اتشلت، الناس بدأت تنهار، المستشفيات مليانة مرضى، والرأي العام انقلب: ملناش دعوة بتايوان، رجعونا العلاج. وده بالظبط اللي الصين كانت مستنياه. أمريكا وقعت في فخ الاحتياج. السيناريو ده مش فيلم خيال علمي، ده مكتوب فعلا في تقرير رسمي لمجلس الشيوخ الأمريكي، بيحذر من إن الصين بقت مسيطرة على صناعة الدواء والتكنولوجيا الحيوية. السيطرة تخوف. الصين اللي كانت زمان بتقلد أدوية الغرب قررت سنة 2011 تقول: كفاية تقليد. بدأت خطة اسمها صنع في الصين 2025، حطت فيها هدف واضح: نبقى رقم واحد في العالم في البايوتكنولوجي. ومن ساعتها اشتغلوا زي النحل، دعم حكومي، تمويل خرافي، سرعة موافقات على التجارب، وحوافز للعلماء اللي يرجعوا من أمريكا. وفعلا آلاف العلماء الصينيين رجعوا بدماغ مليانة علم وتجارب غربية، رجعوا يبنوا شركاتهم، والنتائج طلعت صادمة: لقاحات لأمراض مستعصية، وأدوية سرطان بتخلي شركات زي فايزر ونوفارتس تدفع مليارات الدولارات علشان تشتري حقوقها. النهاردة الصين مش بس بتنتج، دي بقت المعمل اللي العالم كله بيشتري منه. والأخطر إن أكتر من 70% من شركات الدواء الأمريكية بتتعامل مع الصين في تصنيع أو بحوث. يعني لو قررت الصين تقفل الباب، أمريكا تتشل تاني. اللي بيحصل دلوقتي مش مجرد منافسة اقتصادية، ده صراع على الحياة نفسها. الصين كانت التلميذ اللي بيتعلم في الفصل الأمريكي، دلوقتي بقت هي اللي ماسكة السبورة. وأمريكا أول مرة في التاريخ تحس إنها ممكن تبقى هي المتأخرة في الدرس. قناتكم الريس تيوب محتاجة دعمكم. لما تضغط على لايك وتشترك في قناتنا باليوتيوب والتيك توك، ده أكبر دعم لينا، وهيشجعنا إننا نستمر.